لا استنى يا ابني هروحك بالدريم كيك. انت رايح يا ماما يا ماما. دي مش اخر القصه ولا اولها، تعالوا احكي لكم ايه اللي حصل. انا وعمر اتفقنا هننزل نصور فيديو للناس اللي بتحب الشوكولاته، فقررنا هنجيب الدريم كيك من سيمونز والماتيلدا كيك من كريم. بدانا بالدريم كيك من سيمونز ودي سعرها 675، ودي ليرز من الفاتش كيك جواها كريمه شوكولاته، في طبقه مكسرات وكرانشز من تحت وعليها من فوق كاكاو. لو ما كانش ورانا حاجات تانية تتصور كنا هننسفها من كتر حلاوتها. بعدها دخلنا على الماتيلدا كيك من كريم، ودي كانت سبب كل المشاكل. الباكجنج بتاعها تحفه وبيجي معاها الكارت ده، دي سعرها 230 جنيه، وبيجي معاها برده حاجتين، صوص شوكولاته تغرقها بيه، بعد كده مكسرات من الكراميل تنزل عليها من فوق. واول ما شلنا الكفر وشفنا شكلها كل واحد بدا ياخد شوكه وياكل، ومن هنا حصلت كل المشاكل. المكسرات اللي فوق المتكرمله دي، تاتش الكراميل اللي عاملينه ده حلو قوي. ليرز الكيك والمكسرات اللي فوق تحفه. دي بتاعت ابراهيم عشان ما نخسرش بعض. اديها له بس، اديها له هنا بس، اديها له راح فين؟ اديها له هدوقها لك. طب انا ما لحقتش اخد شوكه. هدوقها لك، هبقى هاكلك معايا. هتاكلني ايه يا ابني؟ لا استنى يا ابني هروحك بالدريم كيك. انت رايح يا ماما يا ماما. ده خدها. طب انا اعمل ايه؟ طب ما اكلتش. انا هطلع وراه مش هينفع. 2 days later. وبعد ما اليومين عدوا طلعت على كريم فرع الرحاب وكلمت عمر، قال يعني هنصور فيديو، بس اللي هو ما يعرفوش اني هاخد حقي منه النهارده وكويس قوي. فاكر ان هو ممكن يضحك عليا وياكل الماتيلدا من غيري. انا جبت اخر واحده في الفرع وبيتخانق مع الراجل جوه عشان دي الواحده اصلا. مش هسيبك عمر، مش هسيبك. والمحقق كونان اللي جواه اشتغل وفضل ماشي ورايا في السوق لحد ما قعدت وشافني باكل الماتيلدا وقام طابب عليا. بس يا ابني امشي يا ابني، امشي يا ابني من هنا يا ابني. انا ما اكلتش حاجه. انت ما كنتش حاجه. ده استعبط. دي بقى بس دي. ايوه. يا جماعه تفكك سر الخلطه ده مش كويس. طب على فكره بقى انا اكلتها كتحت. ايش